السلام عليكم حبايبي واخواتي. ان شاء الله هنعمل الكبده الجميله والعظمه دي. الله على طعمتها وريحتها اللي جايبه اخر الدنيا. هتعجبكم قوي الطريقه دي، واللي بيخاف الكبده تطلع زفره معاه او ما بياكلهاش عشان ريحتها، انا هقول لكم تغسلوها ازاي. يلا بينا اقول لكم ازاي نغسلها وازاي نعملها. انا جبت الكبده بتاعتي متقطعه زي ما هي، غسلتها بالميه كويس وسبتها تتصفى، ورجعت تاني حطيت عليها ملح وخل وسبتها 5 دقايق واشتغلت فيها. حطيت 5 6 فصوص توم كبار او يعني معلقه كبيره من التوم، وحطيت بقى معلقه كبيره من الفلفل الاسمر، معلقه كبيره من الكمون، معلقه كبيره من السبع بهارات، معلقه كبيره من التوابل بتاعه الكبده. بس كده، بس قلبتهم بقى كويس جدا جدا. وبعد كده جيت على الطاسه بتاعتي، اول حاجه اللي هعمل فيها حطيت بقى معلقه كبيره من السمنه. الكبده دي بتحب السمنه كتير، طبعا ما فيهاش اي نسبه دهون. وكمان الدهون بتاعتها لما تكتر شويه يعني واحنا بنعملها بتبقى طعمها حلو قوي. حطيت معلقه كبيره زي ما انتم شايفين كده من السمنه، وسبتها اول ما دابت معايا خالص او ساحت معايا كده، نزلت بالكبده بقى المتبهره الجميله. الله لو شميتوا بس الدخان اللي طالع منها ده. طبعا هي بتتشوح كده مع السمنه بتاعتها او الزبده، وكمان مع التوابل بتاعتها، ريحتها كمان قلب الدنيا، مع التوم كمان ريحتها بجد تحفه قوي. انا هخليها بس تاخد لون، بس ما تقلبوش فيها كتير علشان ما تتهرش مننا، لان هي متقطعه صغير خالص. فانا حطيتها اول ما خدت لون قلبتها. بس كده هوطي عليها بقى واسيبها كده تستوي مع نفسها، ولسه هنحط حاجات تانية. بس انا هسيبها بس اول ما تغير لونها كده تحس انها استوت زي كده. اول ما غيرت لونها كده هبدأ بقى احط البصل. انا جايبه بصلايه كبيره من ومقطعها صغير او بصلتين متوسطين، وكمان معايا قرنين فلفل الوان او فلفلتين خضر اللي يعجبكم. انا الاول حطيت البصل، اول ما لونه كده يدبل معايا، لونه يفتح خالص، هحط كمان الفلفل معاه. اخواتي وحبايبي، اوعوا تنسوني في الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، واللايك والشير عشان يوصل لكل حبايبنا واصحابنا. انا كده حطيت الفلفل كمان وقلبتها كده تقليبه حلوه كده، يعني هيقعد كده 5 دقايق او 7 دقايق، وبعد كده هطفي عليه وهنقدمها. مفيش احلى واطعم منها، نضيفه جدا، مفيهاش زفاره، مفيهاش اي حاجه. وطبعا انا بحطلهاش اي ميه خالص، هي كده بتستوي بعرقها كده او بتستوي بالبخار بتاعها يعني منها فيه. وكمان الفلفل والبصل بينزلوا السوائل، يعني مفيش احلى واطعم واصح من كده. الله عليه. هي بس السمنه زايده شويه بس، يعني معلش ممكن تقللوها شويه بس. انا بحب الكبده يبقى غرقانه في سمنتها او في الماده الدهنيه بتاعتها. وبالهنا والشفا، واشوفكم على فيديو جديد. سلام عليكم حبايبي.